جوزك ابن امه، بيسمع كلام امه، ماشي بكلمة امه ومشورة امه. حاسة ان بيتك مش انتي اللي ماشياه، ان في حد تاني هو اللي ماشيلك بيتك. حاسة ان انتي دايما متوترة كده، وان انا مش عارفة اتصرف في بيتي براحتي، وان دايما في حد هو اللي بيتصرف في حياتي، وان في حد دايما هو اللي بيقولي اعملي كذا واعملي كذا. حاسة انك تعبانة، صح؟ مش مرتاحة، حاسة ان مش هي دي الحياة اللي انا كنت بتمناها. انا كنت بتمنى ان انا اخطط وارسم وافكر وانفذ وامشي بيتي براحتي، صح؟ فبالتالي انتي حاسه ان انتي اخترتي غلط، اخترتي الراجل اللي مش مناسب، شورة امه، صح؟ طيب، من ضمن الاحتمالات ومن ضمن الكلام ده كله، ما حسيتيش مرة ان ممكن يبقى انتي اللي مش عارفة تتعاملي مع جوزك ولا مع امه؟ مش باجي عليكي، بس انا عايزة اوصلك ان مش دايما الحموات بيبقوا وحشين. يعني دايما بنبقى واخدين صورة ان حماتي فحماتي وحشة، خلاص هي ما فيهاش لسه نقاش. انا مش لسه هتناقش اقول اه او لا، او هي كويسة وغيرها وحش. لا، هو طالما حما يبقى كله وحش. بس مش دي الحقيقة. في حموات كويسين، وفي مراتات ابن كتير مش كويسين، هما اللي مش بيتقوا ربنا. بمعنى، ما انت ممكن تبقي انت اللي عايزة تمشي مثلا بيتك على وتيرة معينة وحياة معينة، بس يبقى تفكيرك لسه مفهوش النضج الكافي، فبالتالي جوزك بيستشير حد تاني. مش بقول ان هو صح، بس بقول ان ممكن يعني بيحاول يعادل الدنيا شوية. وساعات احنا بصراحة بنقف على حاجات اللي هو بنصمم ان لازم كذا. طب ما كذا ده مش صح، كذا ده مش مناسب، كذا ده مش هو ده الحاجة اللي المفروض تتعمل. يعني خلينا معترفين ان احنا ساعات بنقف ونتربس دماغنا كده ان احنا عايزين كذا، ملناش دعوة. طيب، وبعدين فكرتي كذا ده وقته المناسب؟ متاحة الدنيا ليه دلوقتي؟ الظروف تسمح ليه دلوقتي؟ آه احنا اصلا يعني ينفع نجيب الكذا اللي انتي عاوزاه ده ولا لا؟ لا، ساعات بتقفل معانا اللي هو انا عايزه ده وخلاص، حتى لو مش هتبقي يعني لو انتي في احتياجاتك الطبيعيه ما بتستعمليش الحاجه دي. بس مجرد ان انا طلبتها فهاتها وخلاص. يا اما كده يا اما هتخانق معاك وانكد عليه. ولما تنكدي عليه انا اصحى. لما تنكدي عليه ايه اللي هيحصل؟ نكدتي على حياتك ونكدتي على بيتك، عملتي مشاكل. ونرجع نقول اصل هو ما بياخدش رايي في حاجه، وحتى لما بياخد راي حد بياخد راي امه مش رايي انا. انتي مش بتفكري صح. فكري صح، وفكري ازاي تكسبيه هو وامه. بمعنى، ما انا افكر اصاحبها، حتى لو حماتي مثلا من النوع المتطفل شويه، وبتتدخل في اللي ليها فيه واللي ملهاش فيه واللي يخصها او اللي ما يخصهاش او الكلام ده كله. بس هي راحت ولا جت ام جوزي، يعني ليها احترامها، فاصاحبها، اعتبرها امي، مش هيجرى حاجه. زي ما انا بتعامل مع امي اتعامل معاها، اخد رايها، مش عيب. ايه رايك يا ماما لو عملت كذا كذا كذا؟ هتفيدني، لان هي في الاول وفي الاخر المصلحه هتعود على مين؟ على بيت ابنها. المنفعه هتبقى رايحه لمين؟ على بيت ابنها. فهي مش هتبقى عايزه ضرر ليكي ولا عايزه ضرر لابنها، بالعكس. اولا هتكسبي محبه حماتك، وهتكسبي محبه جوزك، وهتكسبي راحه بالك، وهترتاحي وتريحي. ازاي؟ انا دلوقتي خدت رايها في حاجه، هي مثلا من النوع اللي عايزه تتدخل في كل حاجه، ماشي. خدت رايك في حاجه، فانا بالتالي رضيت غرورها ان هي تتدخل في حياتي. بس في نفس الوقت هي ما اتدخلتش، هو انا اللي دخلتها. فبالتالي انا هقنن الدرجه اللي هي هتدخل فيها بحياتي. يعني انا مش هبقى سامحه ان هي داخله على الفاضي وعلى المليان. هي لما هتلاقيني اصلا باخد رايها مش هيبقى عندها فضول ان هي تتطفل، هتبقى شايفه ان كده كده مرات ابني بتيجي تقولي، وهبقى قربت منها فهكسبها. بمعنى، لا، هتبقى حاسه ان الحاجز اللي مبني ما بيننا خلاص مش موجود. طب انا ليه بقى اضايق مرات ابني طالما مرات ابني اصلا كويسه معايا؟ خلاص هنتعامل بمحبه، هنتعامل بود.
فمن هنا انت ارتحتي وريحتي، منها دورتي على الصالح، ومنها خدتي رأي اللي قدامك، ومنها رضيتي ربنا قبل اي شيء ورضيتي جوزك. ومش معنى كلامي ان كل الحموات كويسين، لان احنا معترفين ان في حموات مش كويسين، دول في مكانة خاصة لوحدهم كده، الله يصلح حالهم، وليهم فيديو عندي ضرب نار، مش هسيبهم، هسلخهم، بس اتقالوا عليا. انا دلوقتي جايلك انتي يا بنوته يا جميله، هدي من روعاكي شويه، مش لازم تبقي واخده الدنيا قفش قوي، ما تعيشيش في حرب وفي صراع، وانا لازم اعمل ومحدش ليه دعوه ومحدش يتدخل وانا. اهدي بس كده واتقالي، الدنيا ابسط من كل الكلام ده كله. انا دلوقتي حماتي ام جوزي في مقام امي، زي ما باخد رأي امي مثلا في حاجة، هاخد رأي الست الغلبانة دي، هحسسها ان تعبها وشقاها مع ابنها ما راحش على الارض، ما حسسهاش ان هي بعد ما ربت وتعبت وكبرت وصرفت وطلعت راجل، جت واحدة خدته من جذوره ومش عايزاني يبقى ليا صلة بيه. انتي نفسك لو حطيتي امك مكانها هتلاقي ان امك بتبقى عايزة تعرف حياتك رايحة فين جاية منين، مش من باب التطفل، من باب الاطمئنان، عايزة تطمن على بنتها، عايزة تعرف بنتها مرتاحة ولا لا، حياة بنتها ماشية كويس ولا لا، الدنيا كويسة ولا لا. طيب في المقابل على الطرف التاني ما فكرتيش ان امه برضو عايزة تطمن حياة ابنها ماشية كويس ولا لا، عايزة تطمن حياة ابنها مرتاحة ولا لأ، ابنها مرتاح ولا لأ، حياته ماشية كويس، شغله كويس، مبسوط مع مراته. عايزة تحس ان انا ما خرجتش من حياة ابني وكأني لم اكون. بصوا، احنا امهات وما نضحكش على نفسنا، انا مش هربي واكبر واتعب ويبقى روحي في ابني واجي بين يوم وليلة احس ان في واحدة غنيته عني. هو طبيعي ان يبقى ليها مكانة مختلفة، ودي حاجة هتفرحني ان ابني هيبقى مبسوط مع مراته ويبقى مرتاح مع مراته، بس مش هينفع ان انا ابقى مش موجودة. انا امه، انا ليا مكانة وهي ليها مكانة، انا مش هينفع اتخطى مكانة مراته، ولا مراته هينفع تبقى مكاني انا امه وهي مراته. فبالتالي حطي في بالك الموضوع ده، امه هي امه، انتي مش هتغني عنها، ما تدخليش في صراع، ما تدخليش في مرحلة انا موجودة فامك مش موجود، لا، هي امه قبل منك، حماتي قبلي، امه هي سبب وجوده في الحياة، امه. فانت لو دخلتي في صراع انت اللي هتبقي خسرانة. مش بقولك تعالي على نفسك، بقولك اكسبيها، بقولك حبيها، بقولك راعي ربنا فيها. عشان كده بقولك ان ممكن يكون العيب فيكي انتي وانتي مش واخده بالك، انتي تبقي شايفه ان دي قد ايه ست متطفله وست عايزه تتدخل في اللي ملهاش فيه واللي وان هو قد ايه سوري مش راجل، وان ابن امه وان امه اللي ماشياه وامه اللي ماشيه البيت مع ان انتي بتركه صغيره خالص تكسبي الدنيا بحقها، تاكلي عقول الكل. اضحك على جوزي ان انا قد ايه زوجة كويسة، وان هو عارف يختار ان انا براعي حد، يعني ان هو حد براعي في ام ربنا، واضحك على دماغ حماتي ان انا قد ايه حد كويس معاها وبتقي ربنا فيها، وان انا ما بتعاملش معاها بطريقة مش كويسة، وارتاح واريح، وقبل ده كله ارضي ربنا واخد حسنات. هدي من روعاك يا ست حلويات، واتقي الله، اتقي الله في حماتك، دي ام جوزك، عامليها زي ما هتعاملي امك بالظبط، هتاخدي عليها الاجر مضاعف. وارتاحي وريحي واهدي بس كده. وزي ما قلتلك انا مش هسيب حماتك، لو حماتك مش كويسة فاستني عليا ليها فيديو خطير. قبل اي حاجة احنا عارفين هنعمل ايه دلوقتي، لايك وشير وسبسكرايب، وهتتابعيني دايما عشان هقولك كلام جامد جدا. باي باي.